والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في الآية التي تليها ليعذب الله، هذه مرتبطة بالآية، آية الأمانة، آية العرض، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الأمانة أيها الإخوة كثر ما قال فيها القائلون، ومن أقوالهم ما يستدعي العجب ولا أقول الضحك، من أقوالهم ما يستدعي العجب. قال بعضهم الغسل من الجنابة. فهل يتخيل أن الله عرض الغسل من الجنابة على السماوات والأرض والجبال؟ ما معنى هذا الكلام الغسل من الجنابة؟ وقال بعض أقوال كثيرة زهاء 6 أقوال أيها الإخوة تدور على التكاليف: الصلاة، الصيام، الغسل من الجنابة. بعضهم قال مجموع هذه الثلاثة: الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. بعضهم عمم وأطلق قال التكاليف الدينية، بعضهم قال التوحيد، بعضهم قال دلائل التوحيد، بعضهم قال الخلافة، الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. أشياء كثيرة أيها الإخوة. وينبغي كما قال الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم أن تسقط الأقوال التي تدور على التكاليف الشرعية. كلام غير صحيح. كل شيء له علاقة بالتكاليف الشرعية لا يمكن أن تؤول به الأمانة في الآية، وقد أحسن هذا الشيخ الإمام العلم. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأن هذه الأمانة لم تعرض على المؤمن فقط، عرضت على الإنسان بالإطلاق، المؤمن والكافر. بهذه الأمانة يحصل الانمياز، يتميز مؤمن وكافر ومشرك. ولذلك أنا لدي طريقة قد تكون أسهل وأقرب أيها الإخوة في الوصول إلى المرام. ما هي؟ الآية نفسها تقول ذلك. الآية تعطيك مؤشرين: مؤشر هذا التميز، إذن هو أمر يحصل به تميز الناس، تميز البشر إلى مؤمنين وكافرين، يعني مشركين ومنافقين. ما هو هذا الأمر؟ الآية تؤشر. والمؤشر الثاني: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بإزاء الإنسان الذي قبل، هن أبين وأشفقن. إذا لا بد أن تكون هذه الأمانة أيها الإخوة التي قبلها الإنسان شيء ينماز أي يتميز به الإنسان من ماذا؟ من بين سائر هذه المكونات، من بين سائر هذه المكونات أو الكوائن أو الموجودات. يتميز عن السماوات بأجرامها وأفلاكها، يتميز عن الأرض، يتميز عن الجبال. ما هي هذه الميزة؟ إنها ميزة القرار الواعي، الحرية. انظر الكون كله، إلى الأجرام، إلى الأفلاك، إلى النبات، إلى الحيوان، إلى التراب، إلى الجبال، إلى كل شيء محكوم بقانون. إنه قانون ماذا؟ الضرورة، الحتمية. ولذلك الشمس أيها الإخوة يمكن أن نتنبأ بما سيقع لها من خسوف أو كسوف بعد حتى مئات الآلاف من السنين. لماذا؟ لأنه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والسماء رفعها ووضع الميزان. إذن الكون محكوم بالقهر، بالحتمية، بالتسيير، بالضرورة. بالاختصار يسمى قانون الضرورة، دستور الضرورة. فهل الإنسان محكوم بهذا الدستور؟ كلا، هذه الأمانة التي ميزت الإنسان. ليس محكوما بدستور أو قانون الضرورة، إنه صاحب الحرية، صاحب الاختيار الواعي، صاحب القرار أيها الإخوة الرائد من الإرادة، القرار الرائد الذي يعكس إرادة ومشيئة، القرار الشائي، القرار الشائي الرائد. كيف؟ هذه الحقيقة. انظروا كل أيضا أجرام وأجسام وأجزاء الطبيعة تسلك السبل أيها الإخوة الأسهل والأدنى، حتى إذا ما عاقها عائق ماذا تفعل؟ لا تقاوم، لا تبدي مقاومة، إلا إذا كانت معوقية هذا العائق هي ما يقتضي أقل مقاومة، كالماء الذي ينحدر من علن ويسير في مسيله أو في مجراه، يأخذ دائما يتعرج، يتحوى، يأخذ دائما أسهل المسارات. إذا اعترضه عائق أو حائل مباشرة يتحول إلى شيء أسهل. الإنسان لا يفعل هذا، بالعكس. قانون الجاذبية ينادي على هذا الماء، لا يمكن الماء إلا أن يلبي، نعم، مباشرة. لكن قانون الجاذبية وأنت على قمة جبل يناديك، قد تنزل وقد لا تنزل، قد تفعل العكس، أنت تصاعد في الجبل، صحيح؟ فالإنسان هو الظاهرة الوحيدة التي تستطيع أن تقول للسنن بهذه القوانين التي تحكم عالم الضرورة، عالم الحتميات، لا. كما يستطيع أن يلبي، لكن ليس خضوعا للحتمية، وإنما خضوعا لقرار رائد شائع عن وعي مبرر لدى هذا الإنسان. هذه حرية الإنسان، هذه حرية الإنسان. على كل انتبهوا، الآية فيها دلالة خطيرة جدا لسه أبعد من ذلك. ما هي؟ متى عرض الله هذه الأمانة على الإنسان؟
متى؟ في الفترة التي يمكن أن ندعوها أو نسميها فترة ما قبل التاريخ. صحيح؟ قبل أن يخطئ آدم وقبل أن ينزل إلى الأرض ما في تاريخ. بعضهم يسميها الأزل، هذا تجوز. الأزل بمعنى اجتماعي أنثروبولوجي إذا وجد، وليس بمعنى فلسفي طبعا، وليس بمعنى